السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل صينية من احلى الصواني على سفرة رمضان، وبجد طعمها خطير. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. انا هنا هعمل صينية متوسطة، فاستخدمت حوالي كيلو ونص من البطاطس الصغيرة. قورتها كده من النص زي ما انتوا شايفين، والباقي اللي بيخرج منها ده احنا مش بنرميه، انا بقليه وبفرشه في الصينية من تحت. بعد كده هبدأ ان انا اعمل الحشوة بتاعة البطاطس بتاعتي. هنزل ببصلاية كبيرة مبشورة، اول ما ميتها تنشف كده هروح منزله عليها معلقة سمنة كبيرة. بعد كده هنزل عليها بفصين 3 من الثوم المفروم، واول لما ريحته تطلع هنزل عليهم بفلفل احمر حراق، وممكن تستخدموا فلفل احمر رومي تفرموه وتستخدموه. بعد كده هنزل بقى باللحمة، واول ما اللحمة بتبتدي ان هي تغير لونها كده هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، بهارات 7، بابريكا، كاجون، وملح وفلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا اقلب اللحمة بتاعتي. هي طبعا اللحمة المفرومة ما بتاخدش سوا كتير، هسيبها على نار هادية واغطيها واسيبها على جنب تكون البطاطس بتاعتي اتقلت. شايفين البطاطس هنا اتقلت. انا اللي انا طلعته من قلب البطاطس فرشته في الصينية من تحت، ورشيت عليه شوية من اللحمة المفرومة دي، عشان لما حد يجي ياكل البطاطس دي يبقى معاها لحمة كمان. وبعد كده هبدأ ان انا احشي البطاطس بتاعتي دي زي ما انتوا شايفين كده، وهوقفها بالشكل ده. هخلص الكمية كلها، وبعد كده هجهز عندي الصلصة اللي احنا هنغطي البطاطس بيها. انا عندي هنا طماطم انا كنت مفرزاها حوالي نص كيلو. في نفس حلة اللحمة المفرومة هسخن معلقة كبيرة من السمنة، هسخنها كويس قوي، وبعد كده هنزل بالطماطم وهنزل عليها بنفس التوابل بتاعة اللحمة، هيغلوا غلوتين. وبعد كده هنزل عليه البطاطس بالصلصة دي، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هي طبعا مش هتاخد وقت خالص في السوا، شايفين هي بس هتاخد وش كده حلو، وتبقى الصينية بتاعتي جاهزة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ جنب بقى رز ابيض او عيش. والف هنا، جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ورمضان كريم.